السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد في مطبخ زيزو العبديه. اليوم ان شاء الله نحضر معكم اسهل واسرع رغيف ممكن تحضريهم للعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. بلا نشا بلا توريق بلا زبده، كيجيو اكثر من رائعين. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت، وانتم كتفرجوا الفيديو ما تنسونيش من لايك وتعليق زوين للفيديو. نبداو في المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. كنحتاج في المقادير 400 غرام ديال دقيق ممتاز يكون مغربل، معلقه كبيره ديال جنجلان مصهد ومطحون، ممكن تعوضوها باللوز طحنوا غير خضر وديروا منه معلقه كبيره، معلقه صغيره مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه، نص معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال الملح. كنخلط هاد النواشف وكنزيد عليهم 4 المعالق ديال زيت المائده، 4 المعالق كبار. كنحاول نبسبس هاد الدقيق اللي عندي بهاد 4 المعالق ديال الزيت، كنبسبسو مزيان حتى كيترمل ليا هاد الدقيق. من بعد ما كنبسبس الدقيق ديالي مزيان حتى كيولي ليا على هاد الشكل، كيولي مرمل، غادي نزيد ليه 3 المعالق كبار ديال الخل، 2 معالق كبار ديال ماء الزهر. اللي ما كتبغيش البنات الماء ديال الزهر تضيف ساشيه ديال الفاني، وعندي كاس ديال الماء عادي من الروبيني اللي غادي نجمع به العجينه. كنضيف الماء شويه بشويه وكنجمع العجينه ديالي حتى كنتحصل لواحد العجينه اللي كتكون متماسكه بحال عجينه المسمن. حاولوا انكم ما تجروش العجينه ديالكم باش كيجيونا الرغيف ديالنا ناجحين وكيجيو مورقين وزوينين. هاد الرغيف البنات ما كيبغوش العجينه تكون مرخوفه، تكون قاصحه بحال عجينه المسمن. من بعد ما كنجمع العجينه ديالي كندلكها مزيان واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، ضروري ندلكوها مزيان لان هاد الرغيف ما غاديش نخليوهم يرتاحوا بزاف ديال الوقت. داكشي علاش ضروري ندلكو العجينه ديالنا حتى كنتحصلوا على هذا القوام، كتكون العجينه متماسكه ومدلوكه في نفس الوقت. غادي نقطعها على 4 القطع ونشكل منها كويرات. من بعد ما غادي نشكلها كويرات غادي نوضعها في بلاستيكه ونخليها ترتاح 10 ديال الدقائق ونرجع باش نشكلها معاكم. بالنسبه لهاد العجينه البنات ديال الرغيف بسرعه كتوجد وما كتاخذش منا الوقت نهائيا. من بعد ما كيرتاحوا لي الكويرات ديالي 10 ديال الدقائق كنجيب كويره ديال العجين وكنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق وكنستعين بالمندلك وكنبسطها على شكل مستطيل اولا على شكل مربع. كنبسط العجينه ديالي باستعانه بشويه ديال الدقيق حتى كتولي لي العجينه ديالي رقيقه. ضروري ترقوا العجينه ديالكم حتى تولي كيبان لكم منها سطح العمل باش يجيو الرغيف ديالكم مورقين وكيجيو زوينين. ما تخليوش العجينه غليظه، الا خليتوا العجينه غليظه غيجيكم مدقسين وغيجيكم خضرين من الداخل وما غاديش يطيبوا لكم. صافي من بعد ما كنبسط العجين ديالي كنحاول نقاد ليها هاد الجوانب، كنحيدهم الجوانب اللي كيكونوا عوجين ومقادينش كنحيدهم بالجراره. وغادي نقطع العجينه ديالي على شكل مستطيلات، كنعبر واحد 3 الصباع. انا كنعبر هنايا غير في الاول صافي، وكنمشي على عيني ميزاني كنحاول نجيبو مقياس واحد. تقدروا ديروا واحد القطعه ديال الكرتون وتعبروا عليها، تعبروا فيها واحد 3 الصباع وتقطعوها وتبقاو تعبروا بها هاد الشرائط ديال العجين. كنقطع العجينه ديالي كامله على هذا الشكل. شوفوا لي البنات السمك ديال العجينه كيفاش كيكون رقيق. صافي كنهز هنايا الشرائط ديالي وكنحطهم فوق واحد السربيته. ضروري تغطيوهم البنات بلاستيكه كما غادي نوريكم باش ما ينشفوش لكم هاد الشرائط ديال العجينه. كنستمر بنفس الطريقه، كنجيب كويره ديال العجين وكنبسطها بالاستعانه بشويه ديال الدقيق على شكل مستطيل. ضروري ترقوا العجينه ديالكم مزيان. من بعد ما كنبسط العجينه ديالي تكون رقيقه ضروري كنقاد ليها هاد الجوانب اللي كيكونوا عوجين، كنتخلص منهم. عاد كنقطع العجينه ديالي شرائط كما قلت لكم، كنعبر 3 ديال الصباع كيجي القياس ديالهم زوين وكيجيو متوسطين في الحجم ديالهم، ما كيجيوش كبار بزاف وما كيجيوش صغار. صافي كنهز الشرائط ديال العجينه وكنحطهم كما قلت لكم فوق واحد السربيته، وضروري تغطوهم من الفوق كما قلت لكم، غطيوهم بالسربيته اولا ببلاستيكه من الفوق باش ما كتنشفش لينا هذيك العجينه. وكندوز كندير المقله ديالي كتسخن وغادي ندوز نقلي الرغيف ديالي مباشره. من بعد ما كملتهم كنجيب واحد الشريط ديال العجين وكنوضع واحد الطريف منه في الزيت بهذا الشكل على حسب القياس اللي نتوما بغيتو ديروا
الرغيفه ديالكم، واش على شكل مستطيل او على شكل مربع. وكنبقى كنرش عليها في الزيت بهذا الشكل حتى كتنفخ وكدير ليا دوك الفقاعات صافي. وكنطوي بهذا الشكل كما شفتوا معايا كما واضح لكم في الفيديو. ضروري كنرش عليها الزيت من الفوق بهذا الشكل باش كتنفخ وكدير ليا دوك الفقاعات وكتجي كلها منبله وكلها دايره فقاعات وناجحين 100%. صافي كنبقى مره كنرش الزيت بهذا الشكل حتى كنكمل الشريط اللي عندي كامل. وكنبقى كنضغط شويه على داك الراس ديالو كنخوي عليه في الزيت باش يبقى ليا ثابت. الا ما ضغطتوش عليه ملي كتكونوا كتخويو الزيت راه ما كيبقاش لاصق على بعضياته. ضروري تبقاو حاطين عليه بحال هكا تشادين ليه داك الراس ديالو حتى كتشد ديك العجينه. عاد كنقلبها باش كتبقى ليا الرغيفه ديالي مقاده. غادي نجيب شريط ديال العجين كندير منه واحد الطريف في الزيت بهذا الشكل كما قلت لكم. القياس ديال الرغيفه نتوما اللي كتحكموا فيه عفوا. وكنبقى نخوي عليها في الزيت حتى كتنفخ وكدير فقاعات صافي. وكنبدا كنطويها وفي كل مره كنقلب كنبقى نخوي عليها. راه الطريقه شارحه نفسها بلا ما نحتاج انني نكثر عليكم الهضره. كي قالت لي واحد البنت في واحد الفيديو في التعاليق قالت لي كتهضري بزاف، ولكن انا كنحاول نهضر بزاف غير باش نشرح للبنات وخصوصا البنات المبتدئات لاول مره كيدخلوا الكوزينه اولا كيتعلموا الطياب. يعني كنحاول نبقى نشرح ونعاود باش يفهموا. يعني الانسان ملي كيكون كيتعلم كيحتاج شي واحد اللي يوريه وكيبقى يوريه ويعاود باش يفهم الطريقه باش تنجح معاه الوصفه. داكشي علاش كنبقى نهضر بزاف. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الرغيفات اللي عندي كاملين. والعافيه البنات ضروري تكون عافيه مهيله ناقصه على الجهد باش ما كيتلهبوش لينا هاد الرغيفات. على ما ندير واحد الكميه ديال 4 ولا 5 الرغيفات وكيطيبوا لينا على خاطرهم كيطيبوا من برا ومن الداخل. الا كانت العافيه مجهده راه غيتحمروا لكم من برا وغيبقاو معجنين وبيضين من الداخل. كنخليوها عافيه مهيله حتى كنكملوا الرغيفات ديالنا بهذا الشكل كنشكلوهم. وكنزيدوا شويه العافيه كنخليوها عافيه متوسطه باش كيطيبوا لنا على خاطرهم وما كيتلهبوش لنا من برا ويجيو معجنين من الداخل. غنستمر بنفس الطريقه. كناخذ واحد الشريط ديال العجين وكنوضع طيف منه في الزيت كنبقى نخوي عليه الزيت من الفوق حتى كيتنفخ وكيدير فقاعات. وكنبدا كنطوي بهذا الشكل. ضروري كنخوي الزيت من الفوق وانا كنطوي حتى كنكمل الرغيفه اللي عندي. وداك الراس الاخير ضروري كنبقى شاداه بحال هكايا بالفورشيط اولا بمعلقه وكنخوي عليه الزيت حتى كيشد. عاد كنخلي الرغيفه ديالي كطيب على خاطرها. هنايا مره كنقلب الرغيف ديالي اللي درت في الاول باش كيتحمروا من كل الجهات وكيجيو محمرين وطايبين من الداخل ومن برا. كما قلت لكم في الاول تكون عافيه ناقصه على الجهد حتى لاقصى درجه. ومن نكملوهم في التشكيل ديالهم نزيدوا عليهم العافيه شويه تكون عافيه غير مهيله متوسطه عفوا حتى كيتحمروا. وكنكملوا الرغيف ديالنا بنفس الطريقه. هنايا غادي نزينهم بالعسل وجنجلان. ممكن ديروا كاوكاو مهرمش ولا شويه ديال اللوز. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري. انا هنايا غير كندهنهم بالشيته كما شفتوا معايا وكنزينهم. مبغيتش نطفيهم في العسل. واحد المره سبق ليا وجربتهم وطفيتهم في العسل جاوني شاربين العسل بزاف وكيقهموا في الحلاوه. داكشي علاش هاد المره قلت غادي غير ندهنهم. نتوما الا بغيتوا تخويو عليهم العسل من الفوق كيبقى لكم الاختيار. صافي كنستمر هنايا بنفس الطريقه كندهن الرغيف ديالي بالعسل وكنرش عليهم جنجلان. ممكن ترشوا عليهم اللوز ايفيلي اولا ترشوا عليهم الكاوكاو مهرمش. نتوما كيبقى لكم الاختيار ديروا داكشي اللي بغيتو. الاهم هما انهم هاد الرغيفات كيجيو غزالين كيجيو كلهم فقاعات وكيجيو هشاش ورطبين بلا نشا بلا زبده بلا توريق ساهلين وبسرعه كيوجدوا البنات ما كياخذوش منا الوقت نهائيا. حضرت كميه قليله. نتوما الا جاتكم هاد الكميه قليله تقدروا تضاعفوا المقادير. كيبقى لكم الاختيار. شوفوا ليا كيفاش كيجيو الرغيف ديالي تبارك الله كلهم فقاعات ناجحين 100% بلا توريق بلا زبده بلا نشا. كنتحصلوا على واحد الرغيف اللي كيجيو اكثر من رائعين. سمعوا ليا التقرميشه كيجيو مقرمشين طايبين من برا ومن الداخل كيجيو اكثر من رائعين. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. ما تنسونيش من لايك وتعليق زوين للفيديو. السلام عليكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله.